النادي الأهلي هيلعب بطولتين عالم بعد ما فاز بدوري أبطال أفريقيا للمرة ال 12 في تاريخه. أيوة، هيلعب بطولتين عالم، كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا، وكأس الانتر كونتيننتال اللي هتتلعب السنة دي 2024 في شهر ديسمبر. أنا عارف إن كتير من جمهور الأهلي الأمر مختلط عليه وفي ناس كتير متلخبطة، علشان كده في الفيديو ده هشرح لك الفرق بين البطولتين، بس حضرتك تتابع معايا الفيديو للنهاية وتخبط اللايك والكومنت والشير، وأنا هوضح لحضرتك الصورة كاملة. كأس الانتر كونتيننتال ده اللي هيعوض كأس العالم للأندية القديم، هيكون بيتلعب كل سنة. أما كأس العالم للأندية 2025 اللي ب 32 فريق هيتلعب كل 4 سنين، يعني هيتلعب في أمريكا 25 بعد كده 29، لكن الانتر كونتيننتال ده هيتلعب كل سنة عادي ما بين 6 فرق فقط وهم أبطال القارات. طيب نظام البطولة ازاي؟ الاتحاد الدولي قال لك بطل أفريقيا وبطل آسيا وبطل أوكيانوسيا اللي هو أوكلاند دول على جنب، وبطل امريكا الشماليه وبطل امريكا الجنوبيه دول على جنب. امال يا عم فين بطل اوروبا؟ بطل اوروبا هيلعب النهائي فقط. طبعا انتوا كنتوا زعلانين وازاي بطل اوروبا بيجي في كاس العالم للانديه القديمه بيلعب نص النهائي والنهائي على طول. المره دي يا حبيبي هيلعب النهائي بس، يعني ال5 انديه دول يلعبوا مع بعض، وهاتولي راجل هاتولي الدكر بتاعكم علشان العبوا في النهائي. النظام بطل افريقيا وبطل اسيا وبطل اوكيانوسيا اللي هو اوكلاند سيتي ده الطيشه اللي في النص، قال لك ان هيعملوا قرعه، واحد من بطل افريقيا او بطل اسيا يلاعب اوكلاند سيتي، والكسبان ما بينهم يلاعب التاني، يعني من بطل افريقيا الاهلي، بطل اسيا العين الاماراتي واوكلاند سيتي. هيتعمل قرعه، لا الاهلي لا العين الاماراتي واحد منهم يلاعب اوكلاند سيتي في ملعب الفريق البطل. يعني لو القرعه جت الاهلي يبقى الاهلي هيلاعب اوكلاند في استاد القاهره، الكسبان منهم يلاعب مين؟ يلاعب العين في ملعب العين. لو الاهلي بدأ باوكلاند في ملعبه يلاعب العين في ملعبه. ومن السنه الجايه هيحصل تبادل، مفيش قرعه تاني، يعني لو الاهلي السنه دي بدأ باوكلاند، بطل اسيا السنه الجايه هو اللي يبدأ باوكلاند، وبطل افريقيا يلعب المباراه التانيه في ملعبه، وهكذا. طيب هنروح الناحية التانية لبطل أمريكا الجنوبية وبطل أمريكا الشمالية، هيلعبوا بعض برضو مباراة واحدة، هيعملوا قرعة هل تكون على ملعب بطل أمريكا الجنوبية أو بطل أمريكا الشمالية. لو طلعت مثلا على ملعب واحد منهم السنة الجاية تتبدل تكون على ملعب التاني واللي بعديها، وهكذا. لو قلنا إن شاء الله إن الأهلي كسب العين او كسب اوكلاند والعين على حسب القرعه، يقابل الكسبان ما بين بطل امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. الفيفا هيحدد بلد تستضيف مباراة نصف النهائي والنهائي وحدد تواريخهم. مباراة نصف النهائي هتتلعب يوم 14 ديسمبر، ومباراة النهائي هتتلعب يوم 18 ديسمبر اللي هيكون طرفها بطل اوروبا. هيتحدد البلد دي لسه ما اتحددتش، وتتلعب المباراتين دول في ظرف 4 ايام. يعني كده البطولة كلها هتتلعب على 4 ملاعب. اول ملعب اللي هيلعب على ملعبه سواء بطل اسيا او افريقيا مع اوكلاند سيتي. الملعب التاني اللي هو الفريق التاني اللي ما لعبش اوكلاند سيتي هيلاعب الفريق الكسبان على ملعبه. الملعب الثالث اللي هو سواء بتاع بطل امريكا الجنوبيه او امريكا الشماليه، واخيرا الملعب الرابع اللي يستضيف نصف النهائي والنهائي. بطوله 6 فرق هتتلعب كل سنه، عامله زي كاس العالم للقارات بتاعه المنتخبات. اما البطوله الثانيه الكبيره وهي كاس العالم للانديه اللي هتتلعب 2025 في امريكا، طبعا في بلد مستضيف وب 32 فريق. كاس عالم بجد بقى زي بتاع الكبار، هيتقسموا على 8 مجموعات، كل مجموعة هتكون 4 فرق، ويصعد اول وتاني يلعبوا 16، بعد كده 8، بعد كده نصف نهائي، بعد كده نهائي. فده موضوع كبير وهتتلعب كل 4 سنين، يعني هتتلعب 2025 يبقى النسخة اللي بعديها 2029. في الفيديو ده حبيت اوضح للجمهور الفرق
بين البطولتين. اتمنى ان اكون وفقت ان شاء الله في شرح البطولتين وحضراتكم فهمتوها، ودول البطولتين اللي الاهلي هيشارك فيهم. طبعا املنا كلنا في كأس الانتركونتيننتال، لانها الاسهل بالنسبة للنادي الاهلي انه يحاول يوصل النهائي ويلاعب بطل اوروبا. المباراة العقدة بالنسبة لنا، لكن الامور في كأس العالم للأندية اللي هو 32 فريق وفي 12 فريق من اوروبا، اعتقد الموضوع هيكون صعب. اللي هو بالنسبة لك ان الاهلي لو صعد من المجموعة وصل دور ال16 ده الانجاز للاسف، لان الموضوع هنا اصعب واكبر بكتير. ولكن كأس الانتركونتيننتال دي الحاجة الخفيفة اللي ممكن نحقق فيها انجاز بمشيئة الرحمن. في النهاية بحب اشكر حضراتكم. كان معكم عمرو مصطفى، نسر الجزيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.